طبعا عارفين قد ايه التركية دي متعبة علشان اجيبها بشكل جاهز، لكن في فيديو النهاردة هنعرف ازاي نعملها بخطوة واحدة وبإفكت واحد. اولا كده انا عندي الفيديو ده اهو، الفيديو بتاع الدكتور ده، وبعد كده هعمل له دبليكيت، هيبقى عندي 2 من نفس الفيديو. اول واحد هنا هاجي هضغط عليه دبل كليك، وبعد كده هيفتح لي اهو. تمام، هاجي بعد كده اهو من التول دي اوبجكت ميد تول، بعد كده هبدأ اضغط على الدكتور، بعد كده هضغط على فريز على اساس ان هو يكون بيعزل لي الدكتور ده في اول فيديو بس، لكن الفيديو اللي تحتيه هيبقى بالباك جراوند بتاعته وكل حاجة. لكن اول واحد هو اللي هنعمل عدل من الدكتور نفسه عن الخلفية او عن الباك جراوند، وطبعا اقدر اشيلها بحاجات كتير لان دي جرين سكرين، بس خلينا نجرب الطريقة دي وتعالوا نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي اهو هو خلص، بس علشان اللي هيكتب لي في الكومنتات ويقول لي ليه ما شلناهاش زي اي جرين سكرين عادي، هقول لك ان انا استخدمت التول دي لانه مش شرط الفيديو اللي عندك يكون بجرين سكرين. احنا بنستخدم التول دي علشان نعزل اي اوبجكت عن الباك جراوند بتاعته، فمش لازم تكون جرين سكرين، لو اي باك جراوند تانية وراه اعرف استخدم ده. فعلشان كده استخدمت التول دي علشان برضو تكونوا فاهمين معايا انا بعمل ايه. دلوقتي اهو هاجي اقفل هنا اهو، وهبدأ بقى لو قفلت الاي دي اهو شفتوا اتعمل عزل كامل للدكتور عن الباك جراوند. هتقولوا لي فيه اهو جزء هنا، هقول لك انا كده كده دي مش مشكلتي، انا بس محتاجة اوضح لكم الفكرة اللي هنعملها. مبدئيا كده بعد ما انا ظبطت اهو، هاجي بعد كده اعمل ايه اهو. خلينا نطلع هنا، شايفين الفيديوهات بتاعتي دي انا بقى عايزه استخدمها ان هي تكون بتلف حوالين الدكتور، وجايبه فيديوهات تخص الجيم او حاجات العاب رياضيه كانه بيتكلم عنها. فخلينا دلوقتي نعمل نيو كومبوزيشن من هنا اهو، نيو كومبوزيشن، وهخلي الكومبوزيشن بتاعي 1000 والهايت بتاعي يبقى 1920. بعد كده هاجي هاخد كل دول وده الشكل ده، طبعا هشيل الفيديو بتاع الدكتور وهاخد ده وهسحبهم عندي هنا، فبالتالي اهم بقوا موجودين عندي. هاجي همسك اول واحد اجيبه، اول واحد اخليه مثلا هنا على اخر الكومبوزيشن بتاعي او على اخر الجزء بتاعي اهو، والتاني في الاول، يبقى خليت واحد في الاول وواحد في الاخر، وبعد كده عم سلكت عليهم كلهم، ومن اونلاين او القائمه دي لو مش موجوده عندك او مش مفتوحه عندك تقدر تجيبها من ويندو زي ما احنا متعودين على اي بارتيشن او اي ورك اريا او اي جزء مش مفتوح بقدر اجيبه من الويندو. بعد كده وانا عامله عليهم سيلكت هضغط هنا كده، بصوا خلاهم لي ازاي. وبعد كده ممكن افتح السكيل بتاعتي، وبعد كده هصغر شويه، وده على اساس يكون في فراغات وهو بيلف، لانه لو ما صغرتش السكيل هيبقوا كانهم لازقين كده في بعض. وهاجي اظبط من هنا تاني، وبعد كده هطلع هنا على الكومبوزيشن الاساسي بتاعي، وبعد كده هبدا اجيب الكومبوزيشن التاني ده زي ما انتوا شايفين، هبدا اجيب السكيل وابدا اصغر كده عادي جدا. تمام، وبعد كده اهو شيفت بي وهبدا مثلا انا عايزاه في الجزء ده. طيب وبعدين يا سورة هعمل ايه؟ هاجي من الافكتس اهو، وهبدا اضغط على سي سلايدر، والافكت موجود عندي اهو، وده برضه بيكتب عربي، وده وده اهو، وده هجيبه هسحبه عندي هنا بالشكل ده. بصوا الوضع اختلف ازاي. هاجي بعد كده ممكن اكبر السكيل بتاعي مثلا يبقى بالشكل ده. طيب لو اشتغل، هو مش شغال هو عادي، هتلاقي فيديوهات شغالة كده عادي. طيب دي بقى التركية، ان انا هاجي من هنا تمام، وبعد كده عند الريندر دي بدل الفول هخليها اوت سايد اوكي، وهفتح الروتيشن بتاعي، وهاجي من عند الروتيشن احط كي فريم، وهمشي مثلا كده شوية لقدام وده مثلا لغاية هنا،
وهخليهم مثلا 3 لفات. وده اهو. هاجي بعد كده هدبلكيت اللاير ده اهو، وهجيبه ما بين الاتنين فيديو بتاع الدكتور، وبعد كده بدل الاوتسايد هخليها انسايد اهو، علشان يملى عندي بين الاجزاء دي. تعالوا نشوف كده. وده حابة طيب اصغر مثلا شوية اهو، هاجي من السكيل بتاعي وهبدأ مثلا اصغر كده او اكبر عادي، ابدأ انزل مثلا شوية لتحت، وده عادي جدا اهو. بصوا كده، حابة اجيبه مثلا شمال شوية فما عنديش مشكلة، اظبط زي ما انا عايزة. بصوا وده وده وده، او عايزة ابطأ او اقلل عدد اللفات، او مثلا اتحكم في الكي فريم من الجراف اديتور عادي جدا، واظبط كل اللي انا عايزاه. بصوا اهو النتيجة طالعة معايا خرافية. كل اللي استخدمته بس ان انا جبت التو فيديوز بتاعي او الفيديو بتاعي، عملت له دوبليكيت، وبعد كده دخلت عملت كومبوزيشن جديد، وبدأت ان انا اظبط الفيديوز بتاعتي. وبعد كده حطيت افكت واحد اللي هو سي سلندر، وظبطته مرة اوتسايد ومرة انسايد، واشتغل معايا زي ما انتوا شايفين. طبعا هنا هتلاقوا في فيديو ناقص علشان مدة الفيديو نفسها خلصت، تمام. لكن اهو الموضوع سهل وبسيط وبمنتهى الاحترافية. أتمنى تكونوا استفدتوا ويكون الدرس أو الفيديو وصل لكم بشكل مبسط. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، واكتب لي كمان ايه رأيك في الفيديو، واكتب لي كمان ايه مقترحاتك للوقت اللي جاي.